السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رابع حلقة من برنامج خمسة من الفن مع أبو ديدي. في البداية ما ننساش نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب يعديهم المحنة دي بالسلامة، واللي في إيده إنه يتبرع لهم ما يتأخرش عنهم، إحنا كلنا عرب وكلنا إخوات. وفي البداية قبل ما أبدأ الحلقة ما حدش ينسى اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلوك كل جديد. يلا بينا عشان نبدأ الحلقة. يبقى دايما كده في قصص ملهمة للإنسان عامة وهو ماشي في الحياة. يسمع قصة، يكون قاعد في الميكروباص، يبقى اتنين قاعدين ورا مثلا بيتكلموا، يسمع يقول ده الحمد لله والله إن الواحد في نعمة ولا. فالنهاردة أنا كنت بقلب على اليوتيوب فلقيت حلقة لإبراهيم فايق وأحمد فتحي، الأستاذ أحمد فتحي. لقيته بيحكي قصة حياته. القصة دي يا جدعان ملهمة بما فيه الكفاية. يعني الواحد مهما كان عنده ايه وعنده ايه وعنده ايه، الواحد بيقول يعني بيبقى دايما كده اللي هو ايه. هقول لكم، عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيحط اشارات قدام الواحد كده ان انت لا بكره هتبقى حاجه، لا انت اللي انت فيه ده فتره سعي وبكره ان شاء الله انا هكرمك او ربنا هيكرمك يعني، وهتوصل لحاجه كبيره. واستاذ احمد فتحي بيحكي قصته. هو صغير كان ايه؟ كان ولا حاجه. كان واحد في المدرسة ما كانش عارف هو عايز ايه. ده حال معظم شبابنا كله الفترة دي، مش عارف هو الدنيا رايحة بيه على فين، مش عارف هو بيعمل ايه في الموضوع اللي هو فيه ده. قالك انا كنت عايش في الطحينة. الطحينة دي كلمة هو بيقولها بتدل ان هو كان خالص حاجة في الشوربة، عايش في الشوربة مية البطيخ، فاهمين؟ فلحد ما في يوم من الايام دخل كلية، دخل كلية وبعد كده دخل مسرح. فقال لك انا بعد ما واحده واحده وصلت للمرحله دي اكتشفت ان انا من وانا صغير بيبقى عندي حاجات معينه دي كانت مأهلاني ان انا اعمل كده، بس انا ما كنتش شايفها. قال لك يعني انت مثلا انت كأب تلاقي عندك ابن عينه فوتوغرافيه بتلقط كل حاجه بسرعه، عندك ابن بيحلل لما يشوف الموقف بيحلله دايما. فكل الحاجات دي بتبقى في الطفل وهو صغير ممكن ما يكتشفهاش غير لما يكبر. هو كان عنده نفس الموضوع ده. قال لك واحدة واحدة كنت بعمل عروض ومش عارف ايه وي. فالدنيا ابتدت تطلع بيه واحدة واحدة. فالبداية بتاعته كانت في المسرح. هو اشتغل مع ناس كتير قوي وطور نفسه وطور المهارة بتاعته. انا كنت بشتغل على نفسي كتير. فواحدة واحدة قال لك انا كنت قاعد على عربية سجق، عربية كبدة وسجق. قال لك كنت ماسك السندوتش السجق وعمال اعض فيه. لقيت التليفون حد بيرفع عليه سماعة التليفون. الو، الو، تعالى يا احمد انا عايزك. فالمهم قال له ايه؟ قال له حاضر اجيلك اديني العنوان ومش عارف ايه. هو شخصيه هو عارفها يعني. قال له خلاص ماشي. المهم راح لقى احمد فهمي، شيكو، هشام ماجد الالماني. هشام ماجد مسمينه الالماني، وده هبقى اعمل لكم حلقه عنه عن شخصيته عن كل حاجه. فالمهم من هنا لهنا وهو بيقرا النص قالوا له تعالى تقرا النص. المهم قرا النص او اول ما قال لك انا قلت اول جمله كله فضل يضحك عليا. وانا قصرت في حاجه يا كبير؟ فراح بيبص واللي هو ايه، بص يا عم انتوا جايبيننا تهزقونا ولا ايه؟ لا، انا عملت كل حاجه. المهم بعد ما قرا النص وراح مشي وقال لك انا خلاص مش راجع تاني. هو التاني كلمه قال له 3 ايام وهكلم. قال له خلاص انا مش راجع تاني. المهم قال لك بعد 10 ايام كنت واقف على نفس العربيه وبعض في نفس الساندوتش لقيت الشخص ده بيرن عليا تاني. تعالى انت خلاص انت اللي هتلعب الدور. فالمهم قال له بجد؟ قال له يا عم ده هم كانوا بيضحكوا عليا ومش عارف ايه. لما راح هناك بقى قال لهم شفتوا مش انا قلت لكم فتحي يقول ان انتوا بتضحكوا عليا؟ ف يعني دي كانت بداية ان هو يشتغل في السينما والتلفزيون وكل ده. بس هو قبليها كان بيحلم بأحلام كتير. يعني يقول لك انا كنت بركب مثلا عربية مش عارف منين لفين في القاهرة، فكان بيبص كده على الإعلانات اللي بتبقى على الطريق وعلى الكباري وفي نص الطريق كده. قال لك انا في يوم من الأيام صورتي هتبقى على الأفيش ده، أو صورتي هنا مكان الإعلان ده، مش عارف صورتي ايه هنا. فلا أخبى عنكم سرا، أنا نفس الموضوع ده بجد بقى. يعني انا حتى لقيت في تشابه كبير قوي بيني وبينه. هو بيبص
على الإعلانات. أنا والله مثلًا أبقى مسافر القاهرة مش عارف عامةً في أي حتة باشوف إعلانات زي كده، أبُص للإعلان، أبُص مثلًا كان أحمد عز عامل إعلان فودافون، أبُص كده لأحمد عز وأقول أنا في يوم من الأيام إن شاء الله هابقى مكان أحمد عز في الإعلان ده. فمش غلط إن أنت تحلم، لأ احلم، احلم وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر يحقق لك حلمك. أنت أهم حاجة في إيدك إن أنت تسعى وتعمل اللي عليك، واوعى، اوعى، اوعى تقصّر في أي حاجة. حاول من كل النواحي، اعمل ده واعمل ده واعمل ده واعمل ده، وربنا إن شاء الله هيكرمك، بس أنت اسعى. يلا أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.